مؤخرا استخدام الايباد بقى قريب جدا من الكمبيوتر، وبقى مش عايز اقول ان هو بقى يزيه او ممكن يعني يساويه في بعض المهمات، ولكن طبعا هو لسه ما وصلش برضه للدرجه اللي هي تقدر تعتمد عليها اعتماد كلي وتقوم بايع الكمبيوتر، او مثلا خلاص ما تفتحوش خالص. ولكن عايز اقول ان انت باستخدام الايباد مع، وحط بقى مع دي 50 خط مثلا، مع شاشه تانية. بمعنى ان انت مش تستخدم الايباد كده، يعني زي ما انا كده مستخدم الايباد كده لوحده زي ما هو كيبورد. طبعا ان انت لو اساسا هنقول ان انت تجيب له كيبورد، فهل ده كده اللي انا ماسكه ده هل هيغني عن الكمبيوتر؟ الاجابه وهي لا طبعا. لان الايباد لوحده سواء هو طبعا 11 انش او 13 انش محدود، برضه تلاقي برضه المالتي تاسكينج محدوده برضه. هيغني عن الكمبيوتر؟ لا، لان الكمبيوتر تحس ان هو فيه حريه اكتر طبعا سواء الماك او الويندوز. ولكن لو جيت وصلته بشاشه تانية، تعال نوصل الوصله بتاعه الشاشه على تايب سي كده بالشكل ده. الايباد عمل شاشه تانية هنا بالشكل ده. دي كده شاشه الايباد، ودي ده الايباد تحت. فانا لو جيت كده بالماوس، هو الماوس ده موصله بالايباد، وجيت كده حركت الماوس يتحرك معايا فوق بالشكل ده. اقدر بقى من هنا فوق هنا اطلع بقى البرامج دي كلها. ادوس كده كليك يمين وادوس على موف تو ديسبلاي، كليك عليها فتح لي ده الاب ستور. اقدر انا اصغره بالشكل ده. بص بقى اصغره، ادي كده واحد، افتحها جنبها، وهكذا بقى. تعالى مثلا نفتح الزوم. هنفتحها كده، ممكن نكليك كليك يمين على هنا الفايل، ونختار من هنا نيو ويندو، يعني نفتح ملف تاني بالشكل ده، ونقدر نحركهم كده ونجيبها هنا اصلا زي ما انتم شايفين. بص انا فتحت اصلا كام ويندو مفتوحه بالشكل ده، وكلها على الشاشه اللي فوق. انا لسه الشاشه اللي تحت ما استخدمتهاش في حاجه. تعالى مثلا هنفتح مثلا اليوتيوب، الابل ميوزك مثلا، الابل ميوزك هنا كده، واليوتيوب هنا كده. فتحنا اتنين مع بعض قصادنا دلوقتي، والشاشه اللي فوق دي شغالين بيها على شوف كام حاجه فاتحينها. كل ده على الايباد، على ان احنا موصلين شاشه. انا مؤخرا ابتديت ان انا عايز اتعلم الجافا سكريبت طبعا. وعلشان تتعلم اي مثلا لغه برمجه، انت اكيد محتاج اللي هو الفي اس كود. الفي اس كود ده طبعا اللي حضراتكم تعرفوه، اللي هو برنامج بتاع مايكروسوفت اللي عن طريقه انت تقدر تكتب كود. طيب انا الفي اس كود ده معروف عاده ان هو بينزل على الويندوز او الماك، بس مش موجود طبعا على الايباد. وانا الماك عندي، يعني مثلا انا عندي الويندوز هنا زي ما انتم شايفين، جهاز كبير على فكره. هو ظاهر ان هو صغير بس هو كبير جدا، عملاق يعني. ومعايا الماك اللي هو الماك بوك برو، طبعا تقيل جدا. يعني انا مش قادر اقول لكم تقوله قد ايه. ان انت تاخده معاك في شنطه ولا تاخده مثلا معاك في حته، يعني برضه تقيل وتفتحه، يعني برضه عارف انت كده. فانا الايباد عندك هنا خفيف وتاخده في اي حته وسهل كل حاجه. طبعا هو مفيش طريقه نيتف ان انت تحمل الفي اس كود على الايباد، ولكن في طريقه بحيث ان انت تقدر تشتغل على الفي اس كود من على الايباد. ده برنامج الفي اس كود زي ما انتم شايفين، انا مشغله على البراوزر ده. خلي بالكم الايباد، انا كده شغال على الايباد زي ما انتم شايفين كده. ده برنامج الفي اس كود، اقدر انا ادوس بقى هنا واكتب زي ما انا عاوز كده. هتيجي من هنا على الجيت هاب، بيديك الفي اس كود عن طريق الويب سايت بالشكل ده. انت هتكتب بس في جوجل في اس كود براوزر وهتدوس انتر، هيطلع لك بالشكل ده. هتنزل تحت كده، تنزل شويه، هتخش على الفي اس كود من البراوزر، انتجريتد براوزر، تخش عليه كده. تقدر ان انت تشغل الفي اس كود من البراوزر عندك. طبعا هتتبع الخطوات دي كلها، وتقدر ان انت تأوبن ذا براوزر وتقعد بقى تتبع الخطوات دي لغايه ما تشغله عندك على البراوزر. يبقى انا كده شغلته على البراوزر من الايباد. تاخده معاك في اي حته، سواء تشتغل على شاشه خارجيه زي كده، او ان انت تشتغل عليه من الشاشه بتاعته المؤقته على حاجه واحده مثلا بس، وهيكون التجربه افضل بكتير. وطبعا سهل وخفيف، تقدر انت تشيله، التحكم بتاعك هيبقى اسهل بكتير. وده كان فيديو سريع عن استخدام الايباد كجهازك الاساسي باستخدام الشاشه الخارجيه، لان دي اللي هتديك التجربه فعلا اللي شبيهه جدا بالماك،
وممكن تغنيك عنه في يوم من الايام. اشوفكم في فيديو جاي باذن الله. سلام عليكم.